السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قررت باش نشارك معكم مجموعة من السلطات المنعشة في هذا الصيف، ونقدروا نقدموها كمقبلات في الغداء ديالنا، وحتى طريقة تحضير سريعة وبمكونات بسيطة متواجدة عند أغلبنا. هاد السلطة الأولى بغيت نديرها حلوة، خديت فيها الفلفلة بالألوان وحطيتها في المقلة. من بعد كنزيد عليها العطرية مع القرفة والعسل. هذه السلطة الثانية اللي كتشوفوا معايا هنايا. وهنا السلطة الثانية حطيت يعني الفلفلة والدنجال والبصلة والكفتة، حطيناهم في الاير فراير باش يطيبوا. يعني هنايا جوج ديال السلطات مختلفين، الاولى تديروها بالقرفة، والثانيه هنايا كنديروها بالعطريه ديالنا، الزعتر، الملحه، الكمون، وندخلوها للاير فراير. العطريه كتبقى اختياريه، كل واحد وكيفاش كيبغي السلطه، كاين اللي كيبغيها مالحه، كاين اللي كيبغيها حلوه. هاد السلطه نتاع الاير فراير كتجي زوينه الا كانت مالحه. وبالنسبه لهاد الفلفله اللي هنايا في المقله، كاين اللي كيبغيها مالحه، كاين اللي كيبغيها حلوه. اللي بغاها مالحه راه كيدير فيها الكمون، اللي بغاها حلوه يقدر يدير فيها القرفه. هذه اللي في الاير فراير هذا هو الشكل ديالها تقريبا النهائي، كتجي مشويه ومبخره. وهذه السلطه ديال المقله. هذه سلطه الثالثه اللي عباره على مقيله فيها بطاطا ودنجال، كنديروا فيها البيض، الفرماج يعني، والفلفله بالالوان. كديري فيها في المقله المقادير تاني اللي متوفرين عندك، كتجي زوينه وصيفيه. هذه راه كنستعملوها حتى في الغداء، ما كتجيش غير مرافق ولا غير سلطه. بارفوا كنلقاوها نيت في الغداء ولا في العشاء، وترافقيها بعصير ولا بشي حاجه اخرى، وكتجي يعني متوازنه وكلا متكامله. هاد الوصفه بالخصوص راه دارت واحد تراند، واغلب الامهات داروها في هاد الصيف هذا. هنايا الدنجال مع بطاطا قلت انا ندخلهم الاير فراير باش بلا ما نقلي بزاف، ما كناكلوش بزاف الماكله اللي مقليه. والفلفله والبصله درتهم في المقله بشويه ديال الزيت، نديوهم ونجيبوهم في المقله حتى يطرخاو، ونزيدو عليهم مطيشه بالازير. كيجيو زوينين يعني، حتى في المذاق ديالهم الا درتي الزعتر ولا زير كيغير ليهم المذاق. انا كي كتشوفوا كنخلطوهم في المقله ديالنا ونزيدو العطريه. رديتهم هنا للطاجين باش ندير من فوق منهم البطاطا والدنجال وداكشي اللي درناه في الاير فراير، وقسمتها على جوج. منين نخرج بطاطا مع الدنجال مع البيض والفرماج تنزيدهم على هذاك الطاجين. كي قلت لكم قسمتهم على جوج، وحدين خليتهم في الطاجين ووحدين درتهم في المقله. هادوك اللي في الطاجين غنزيد عليهم هاد المكونات اللي كتشوفوا دابا قدامكم بهاد الطريقه هادي، عاد نزيدوا البيض والفرماج والمكونات التانيين كنخليهم في المقله، وكنديرهم بالقرفه باش يجيونا حلوين. كنزيد عليهم حتى العسل من بعد ونوريكم الطريقه. هذا النصف الاول ها هو درت عليه البيض والفرماج، وكيجي بهذه الطريقه. يعني هاد المقله اللي دارت تراند كي قلت لكم، هذه راه كما قلت لكم من قبل، راه تقدروا تديروها حتى في الغداء وترافقوها بشي سلطه اخرى نتاع الرز ولا اي سلطه بغيتو، ولا تقدروا تخليوها هي وعصير والديسير ديالكم راه كافيه. انا رافقتها هنايا بالديسير، والبصله اللي خليت هي والفلفله اللي قلت لكم درتها بالقرفه، وزدت عليها هنايا هاد السلطات الاخرين، يعني النص ديال البطاطا اللي خليته في الاير فراير وزدت عليه خيزو. وهنايا سلطه اخرى، هذه السلطه الخامسه كي كتشوفوا، وهذه السلطه السادسه. هنا عطيتكم مجموعه من الافكار، نتوما تقدروا تشوفوا الفكره اللي عجباتكم. هذه السلطه ديال لي بات درتها هنايا مع المايس. حتى هاد السلطه كتجي خفيفه وصيفيه، كترافقوها بالطون وكتبقى اختياريه. انا بعض المرات ندير فيها حتى الزبيب. اما هاد السلطه كتجي مقرمشه من في الاير فراير، كي تخرج كي تاكلوها. وهكا قدمتهم ليهم، درت هاد الغديوه على هكا على هاد الشكل هذا، ورافقتها بالسرديل في المقله. هنا هاد السلطه الثامنه، كنظن انا وصلنا دابا للسلطه الثامنه.
فيها الفلفله وفيها القريعه، درتهم في المقله. اسمحوا لي على الديرونجمون، معايا ولدي. درت عليها هنايا الازير وزدت عليها القرفه ودرتها بالعسل باش تجي كي قلت لكم قبيله كتجينا حلوه، حتى هي كتجي منعشه في هذا الصيف هذا. كتجينا انا درتها المره اللي فاتت درت فيها الفلفله والبصله، ودابا زدت معاها القرعه، درت فيها الفلفله بالالوان ديالها والقرعه. حتى هي كتجي منعشه في هذا الصيف هذا وزوينه وكيعجب الوليدات مع عرفتو لوغو ديالها، المذاق ديالها الحلو كيعجب الوليدات وكتجي زوينه حتى في التقديم كي كتشوفوا معايا. فيها الوان، داك اللون ديال الفلفله الحمراء مع القرعه كيعطينا واحد اللون اللي هو زوين ومنعش في الصيف. كتزيديها مع الغديوه ديالك مع شي مقله ولا اي غدا اللي نتيا درتيه وترافقيها بالعصير ولا الديسير. نتوما يرى لكم كامل الاختيار، كل وحده فيكم راه كتفنن في الغديوه ديالها بطريقتها. صافي هذا هو الشكل ديالها كي كتشوفوا. وهنايا كاينه السلطه تاني تاع لي بات ولا سباغيتي، وكديري فيها الكفته بلا صوص ديال مطيشه. كل واحد تاني والطريقه ديالته. انايا كتعجبني كندير معاها حتى الزبيب، على قبل الوليدات عرفتو عزيز عليهم شي حاجه اللي تكون هكا حلوه وفي نفس الوقت تكون صحيه. كندير ليه الزبيب مع هاد لي بات هادو والكفته، وكتجينا بحال هكا في هذا الشكل هذا. بارفوا كنبغيها حامضه تندير يعني لاصوص تكون كثيره وغالبه عليها كل مره والطريقه ديالها. بالنسبه لهاد السلطه هنا كي كتشوفوا بطاطا اللي سلقنا قبيله مع خيزو ودرنا الجلبانه، رافقناها بالبيض والزيتون ومطيشه والمايس بحال هاد الشكل هذا. حتى هي سلطه اللي كتجي زوينه. هذه السلطه الاخيره كي كتشوفوا كتجي منوعه، يعني كي كنقولوا لها حنايا الجريده، وهذه هي اهم سلطه يعني عندنا في المغرب. كنعتمدوها بزاف حتى في العراضات الكبار ديالنا بهذا الشكل هذا. يعني كديري فيها كاع الخضره اللي عندك كتسلقيها وترفقيها بالرز. وهنايا هاد السلطه اللي يلاه درتها اليوم فيها فقط الدنجال، يعني المكون الوحيد ديالها هو الدنجال. كتجي خاطره وزوينه، خليها حتى تعقد مزيان في الكوكوت. فيها فقط الدنجال بالثومه، كتسدي عليه بالقوام ديال الحوت، كتسدي عليه في الكوكوت حتى كيطيب، ومن بعد كتحكي عليه واحد جوج ديال المطيشات صافي وكيجي بحال ما هكا. يعني فيها فقط مكون واحد اللي هو الدنجال وكتحكي عليه مطيشه، كتجي غزاله وخطيره في المذاق ديالها. كي كتشوفوا معايا كانوا هادو هما مجموعه من السلطات الصيفيه اللي تقدروا ترافقوهم في الغداء ديالكم. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وانكم تدعموا القناه بالاشتراك والضغط على الزر ديال الاعجاب الى نال الفيديو اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه.